ازيكم اصحاب كوكي كومي عاملين ايه؟ رجعت لكم في الجزء التاني بتاع البندانة دي. الجزء اللي فات حابة افكركم عملنا فيه ايه. عملنا فيه التوكة وربطنا فيها الخيط وعملنا فيها الجزء دوت كده كله. ودلوقتي تعالوا بقى نعمل مع بعض الجزء التاني ونشوف هنعمله ازاي. هروح هنا على طول، هنا على طول مش هشتغل اي حاجة هنا. انا هروح هنا على طول على الاخر، يعني هسيب كل دوت واروح هنا وهشتغل جرزة بف عادية بالشكل ده كده، واخد سلسلة وبعدين تاني بقيت الحلقات هاخد واحد سلسلة، هتلاقوها لفت معايا اهي. شايفين الجرزة لفت ازاي؟ هاجي هنا هلف الخيط على الإبرة. أنا اشتغلت وهي ورا كده أنا هشتغل هنا. شايفين اللي هي دي؟ شايفين جرزة البف دي؟ هي دي اللي أنا هشتغل فيها دلوقتي. لفيت لفة على الإبرة، هدخل في الفراغ بتاعها ادي كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة خمسة وادي كده ستة. هخرج من نصها وهاخد واحد سلسلة، بعدين هخرج من النص التاني وهاخد برضه واحد سلسلة. شايفين لفة؟ شايفينها بقت لفة معايا ازاي؟ بالشكل ده كده اهو، شكلها بقى حلو جدا. تعالوا نكمل. هلف لفة على الإبرة، هدخل هنا بقى. شايفين اللي هي الجنب ده اهو؟ انا هدخل هنا وهشتغل كرسي بف عادية كده. اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وهاجي كده هنا وهاجي هنا هشتغل في غرزة البف دي على طول. هشتغل فيها غرزة بف تانية ادي كده. اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بالشكل دوت. تعالوا بقى كده، هخرج من نص غرزة البف دي وهاخد واحد سلسلة، بعدين هخرج من نص غرزة البف دي. تمام كده، هاخد واحد سلسلة برضو، وبعدين هخرج من نص غرزة البف دي كده اهو. وبعدين هاخد واحد سلسلة، وبعدين هكمل غرزة البف دي كده. بقت مظبوطة معانا اهي. يا رب يكون الشرح واضح وسهل وبسيط عليكم. هعمل ايه دلوقتي؟ هلف لفة على الإبرة، هخش هنا هعمل غرزة بف. واحد اتنين تلاتة تلاتة أربعة خمسة ستة بالشكل ده كده اهو. وهاجي هنا هبتدي بقى اعمل هنا ايه؟ تزايد. هعمل هنا اتنين ادي كده، واحد وادي كده اتنين، وبعدين هروح على غرزة البف اللي عليها الدور هشتغل فيها ستة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وادي كده لفة وهخرج من نصها ولفة سلسلة، وبعدين هخرج من النص التاني وبعدين سلسلة. هاجي هنا على الجرزتين اللي معايا دول ادي كده، واحد هي بتبقى صعبة شوية بس هي جرزة بتبقى شكلها حلو قوي. ادي كده خرجت من الاتنين، وبعدين جرزة البف، وبعدين سلسلة.
شكلها حلو جدًا، الغرزة مميزة جدًا، جدًا، بجد شكلها حلو ويا ريت تنفذوها. وبرضه لو ما فهمتوش دي معايا أنا هاكررها لكم تاني عشان برضه تبقى أسهل. تعالوا نكمل. إحنا كده بدأنا في التزايد عشان نزيد لحد رقم 8 تاني. دول كده ال6 معايا. أنا عندي هنا غرزتين هخليهم 4 بدل ما هما 2، هدخل كده بين أول واحدة أدي كده 1 وبعدين هدخل في اللي عليها الدور أدي كده 2 واللي بعديها 3 واللي بعديها 4. فبقى معايا 1 2 3 4 بدل ما هما 2 هلف لفة على الإبرة هروح على البف على طول. 1 2 3 4 5 6. بعدين نخرج من 2 بعدين 2 بعدين 2 وبعدين 2. كده خرجنا من ال4 نلف على الإبرة. يا رب يكون شرحي سهل وبسيط، ولو لحد دلوقتي لسه بتتفرجي عليا ما تنسيش تكوني عملتي لايك وشير وتكوني اشتركتي في قناتي. اشتراكك هيسعدني جدا وأتمنى يكون شغلي سهل كده وحلو ويكون عاجبك والفكرة تكون عجبتك. هي فكرة جديدة شكلها حلو جدا. هنكمل السطر ده هنعمله هيكون 8. 1 2 3 4 5 6. تاني هنعمل التزايد هاخد هنا واحدة تمام كده معايا هنا 4 بعدين هاخد واحدة عادية فتلة عادية ادي كده 2 هخش في النص هاخد واحدة تبقى 3 وبعدين هعمل واحدة ادي كده 4 وبعدين واحدة في النص كده 5 وبعد كده هنا 6 وهاخد 7 عادي والتمانية هعملها هنا في الفراغ في النص. تمام كده بقى معايا ال8 اهو. واشتغل بقى هنا 6 عادي 1 2 3 4 5 6 كده 1 1 2 3 4 5 6 7 8. مهم أوي إن نركز يعني ما ناخدش فتلة يعني ايه من هنا أو فتلة من هنا. كده عملت 8 وبعدين كده اهو وادي آخر حاجة بالشكل ده كده. ده كده أول سطر في 8. أنا هنا كنت عاملة 8 سطور هنا هعمل 6 بس علشان خاطر كان في جزء هنا هو مش موجود هنا فهشتغل 6 ونشوف لو احتاجنا ان هما يبقوا 8 عشان تبقى شبه دي بالظبط نعملهم 8. لو حسينا ان هي هتبقى دي اكبر من دي فهنخليهم 6 بس. هشتغل كده لحد ما اوصل ل6 وهحسب دوت معايا اول سطر اهو. هشتغل بعديه 5 سطور وهرجع لكم تاني برضو نشوف هنحتاج نكمل ولا لا. استنوا. رجعت لكم تاني يا صحابي. دلوقتي كده اهو حبيت بس أعرفكم أنا هنا ما عملتش 6 لقيتها صغيرة عندي فعملتها 8 زيها بالظبط فارتفعت نفس السطور اللي ارتفعتهم هنا 8 ثابت ارتفعتهم هنا 8 ثابت
شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ بجد شكلها حلو جدا اهي، شكلها حلو قوي. تعالوا بقى نكمل عشان لو في حد ما فهمش ايه التناقص اللي عملته هنا وازاي لفينا الضفيرة دي كده، ايه اشرحها تاني هنا. ركزوا بقى معايا. اول حاجة انا هنا اصلا بعت السيليكون عن الابرة عشان يبقى معايا مسافة. تمام. هاجي هنا على الغرزة دي، هعمل غرزة زيها بالظبط. 1 2 3 4 5 5 وادي 6. تمام كده. انا هاجي هنا، كان عندي هنا 8 غرز بنخش فيهم كده اهي. دي اول واحدة، كنا بناخد الكير كده ونسحبه ونروح على اللي بعديه. انا هاخد 2 مع بعض، بدل ما باخد واحدة هاخدها هي واللي جنبها. تمام كده. وهلف لفة على الإبرة وهخرج منهم هما الاتنين، وبعدين هروح تاني على الاتنين اللي جنبيهم اهو، اخدهم كده واخرج منهم، الف لفة واخرج منهم هما الاتنين. وبعدين في 2 تاني اهو هاخدهم وهخرج منهم مع بعض، واخر 2 معايا. بالشكل ده بقى كده معايا 1 2 3 4. هلف لفة وهخش هنا هعمل غرزة زيها بالظبط. 1 2 3 4 5 6. تمام. هنخرج من نصهم وهاخد 1 سلسلة، بعدين هخرج من النص التاني 1 سلسلة برضو، وبعدين هخرج من ال4 دول زي ما بخرج منهم على طول، لفة واخرج من 2. بقى معانا الغرزة دي نشتغلها عادي زي ما بنشتغلها بالشكل ده كده. شايفين بدأت تقفل معايا اهي من فوق. تاني هنا بقى معايا 4 في السطر ده، هيكونوا 2 بس. هاجي هنا 1 2 3 4 5 6. وبعدين هروح هنا، أنا معايا دول أهو 1 2 3 4. هاخد 2 مع بعض وبعدين هروح على اللي بعديهم على طول هاخدهم مع بعض بالشكل ده كده. بعدين هعمل الغرزة بتاعت البف دي على 1 2 3 4 5 6. يا رب يكون الشرح سهل عليكم وبسيط وتكونوا استفدتوا. حبيت بس أكررها تاني عشان لو حد مفهمش أو ما شرحتش كويس أول مرة. تاني معايا 2 هلف لفة أخرج منهم كده، وبعدين أخرج كده. كده احنا خلصنا التناقص بتاعنا. طيب دلوقتي عايزين نعمل اللفة اللي احنا عملناها هنا اللي ادت حرف الإكس دوت، عايزين نعملها هنا كده. هلف لفة على الإبرة، هسيب دي وهسيب دول مش هشتغل فيهم، هشتغل على طول في الغرزة دي. شايفين هنا مهمة أوي، أنا سبت دي وسبت دول واشتغلت على طول في غرزة البف دي. هشتغل واحدة زيها 1 2 3 4 5 6.
شايفين ازاي؟ طيب دلوقتي انا هعمل ايه يا بوبي؟ انا خلصت دي، هلف الخيط على الابرة. شايفين بقى اللي هي كانت هنا الاولى دي، بس مش هشتغلها من هنا، انا هلف كده هشتغلها من هنا. 1 2 3 4 5 6. شايفين ان انا اشتغلتها منين؟ من هنا اهو كده. لف دي كده نشتغلها من هنا، هلف لفة واخرج منهم كلهم، بعدين هاخد 1 سلسلة. يا رب يكون الشرح سهل وبسيط عليكم. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا هنشتغل 2، هنشتغل بقى بالترتيب ان دي الاول ودي 2، 1 وهنا 2. تاني هدخل هنا بقى على طول، 1 2 3 4 5 6. تمام. هاخد بعديهم على طول هنا اللي هي دي، 1 2 3 4 5 6. شايفين ازاي؟ هلف لفة على الإبرة، هخرج من نصهم بالشكل ده. اهو في غلطة هنا معايا شايفينها اهي، دي كده فين الغلطة؟ هفكها كلها. واحد 2 3 4 5 6 بالشكل ده كده اهو. وبعدين هخرج من النص التاني. هي بتبقى ايه الغرزة دي الوحيدة اللي هتلاقوها ايه مش سهلة قوي، يعني مش بتبقى باينة قوي. فهي دي بس هتبقى محتاجة تركيز شوية. بالشكل ده كده. وبعدين هاخد 1 سلسلة، وبعدين نعمل البف دي. سلسلة، وبعدين نكمل بقى ده، وبعدين سلسلة. هي كده لفت اهي معايا، شايفينها؟ يا رب يكون الشرح سهل وبسيط عليكم، وما يكونش فيه اي حاجة صعبة. طيب هكمل برضو معاكم اخر حتة، هبتدي ان احنا نعمل تزايد، واوريكم ازاي نعمل التزايد تاني، وبعدين تكملوا انتوا. هلف لفة على الإبرة، 1 2 3 4 5 6. وبعدين هاجي هنا، شايفين غرزة السلسلة اللي أنا عملتها هنا دي هشتغل فيها 2، ادي كده 1 وبعديها 2، وبعدين في غرزة الباف على طول هشتغل واحدة كمان، 1 2 3 4 5 6. معايا هنا كده الغرزتين اهو.
هخرج كده من واحدة، وبعدين هخرج من التانية، بعدين هنا الغرزة دي هقسمها برضو بالشكل ده كده. كده بدأنا نعمل تزايد تاني اهو، شايفينها بدأت توسع تاني. الاتنين دول هنخليهم معانا 4. هلف لفة على الإبرة وهشتغل هنا 1 2 3 4 5 6، وبعدين هاخد غرزة هنا 1 وهاخد دي 2، واللي بعديها هاخدها 3، وهاخد واحدة ما بين غرزتين هتبقى 4، وبعدين هشتغل هنا على طول 1 2 3 4 5 6. معايا هنا ال4 غرز اهو. بخرج من 2، بعدين ألف لفة تاني وأخرج من 2، وألف لفة تاني وأخرج من 2، وألف لفة تاني وأخرج من آخر 2، وبعدين أقسم الغرزة دي على 2. بالشكل ده كده اهي بدأت توسع تاني معايا. كده معايا 4 في السطر ده، هنخليهم 8. 1 2 3 4 5 6. هروح هنا هشتغل في الفراغ اللي ما بين غرزة البف وما بينهم غرزة 1، اشتغل في اللي بعديها واحدة كده 2، اشتغل في النص واحدة 3، بعديها واحدة 4، ما بينهم واحدة تبقى 5، والاتنين دول هشتغلهم عادي كل واحدة واحدة، ادي كده 6، واللي بعديها 7، وواحدة هنا في الفراغ تبقى 8، وبعدين هشتغل عادي في الغرزة دي. هاجي كده ألف لفة على الإبرة كده، لو حسيت ان انا خدت هنا جزء كبير لا بفكها تاني وبقلله بالشكل ده. بعدين نخرج من 8 دول كل واحدة لوحدها كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. بالشكل ده كده ده أول سطر في ال8 سطور اللي جايين. هكمل هشتغل تاني فوق السطر ده 7 سطور، وبعدين هقفل بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها هنا وقفلنا بيها هنا، وهكمل كده معايا لحد ما اوصل للعرض اللي انا عايزاه للبندانة، وهرجع لكم تاني يعني اوصل هعمل من دول لحد ما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا أصحابي أهو. دلوقتي بعد ما عملت من التكرار من نفس الوحدة 4 مرات أهو، جاية بقى أكمل معاكم كوباية النسكافيه بتاعتي. حابة أوريكم برضو الكوستر اللي أنا عملته من نفس الوحدة، حلو جدا، هنزل له فيديو لوحده أهو، وإزاي قفلته من تحت وخليته ورقة شجرة جميلة جدا شكله حلو قوي. هنزل لكم دي فيديو طريقة شرحه برضو،
قريب إن شاء الله. تعالوا بقى نكمل البندانة القمر دي. بصوا شكلها بقى حاجة بجد حلو. كمان إن الخيط جنجاه معايا مدي شكل حلو قوي. بصوا التفاصيل والضفاير وجميلة جدا جدا اهو. بصوا التفاصيل كلها معايا عاملة ازاي. دلوقتي انا هنا ده اخر سطر عملته، ما عملتش بقى ايه التناقص ده، كده اخر سطر في التمانية عملت فيه التمانية وما عملتش تناقص. ليه بقى؟ عشان انا هقفل زي ما هنا قفلت كده، هقفل برضو في التوكة من الناحية دي كده. طبعا هتقيسوا المقاس الاول لحد ما توصلوا للمقاس بتاع البندانة اللي انتوا حابينه. انا المقاس ده كده مناسب معايا اهو. هتوصلوا بقى للمقاس اللي انتوا حابينه وعندها هتوقفوا. المهم ان احنا نوقف في نهاية ايه، يعني ما نعملش التناقص، نقف هنا. تمام. بصوا بقى هاجي كده هتنيها كده على التوكة بس تبقى معدولة، يعني نعدلها كويس كده اهو. وهاجي هنا على التوكة، انا هقفلها بورز حشو بس. فهاجي هنا هدخل هنا في نص جرزة البف معايا، وهاخد التوكة كمان وهسحب الخيط بالشكل ده وهعمل غرزة حشو تاني. هاخد الغرزة اللي بعد البف اللي هي الفراغ دوت اهو، وهشتغل فيه غرزة حشو. هاجي هنا عند التمن غرز دول هشتغل في كل واحدة كده غرزة حشو بالشكل ده كده. قفلها سهلة، نقفلها بغرزة الحشو بس. بالشكل ده كده وصلت عند غرزة البف هنا، هعمل فيها غرزة واحدة. لو ممكن ناخد هنا كمان غرزة هيبقى مفيش مشكلة برضو. تمام. تمام كده احنا كده قفلناها اهي. شايفين ازاي معايا؟ هاخد واحد سلسلة وهقص الخيط بالشكل ده كده. بعدين هلم بقى ايه، يعني عشان تبقى شكلها شبه اللي هي، يعني تبقى من هنا شبه من هنا شوية، فهنلمها كده. او لو انتوا حابينها مفرودة تمام. هاخد الخيط ده على ورا اهو وهقفله بالشكل ده كده. هقص الزيادة بتاعته كده. نكون خلصنا مع بعض الفيديو، ويا رب تكون كانت سهلة عليكم وبسيطة وشكلها حلو. البندانة معانا اهي، بجد شكلها حلو قوي على الطبيعة. يعني ما تتخيلوش الضفاير اللي ماشية كده وجاية كده شكلها قد ايه حلو. ده شكل التوكة من ورا، بيكون على الشعر من ورا، وده شكلها من قدام. ميزة التوكة انها بتديها وسع يعني بتمط معانا. شكلها حلو قوي. اتمنى تنفذوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو ما عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي، اشتراككم هيساعدني جدا. نورتوني. استنوني في فيديو الكوستر الجميل دوت من نفس الوحدة، شكله حلو قوي برضو. استنوني.